الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. الأستاذ محمد أبو طالب، عضو الجمعية العمومية بالنادي المصري وعضو مجلس الإدارة سابقا، أعلن عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أنه تقدم بطلب لمجلس إدارة النادي المصري من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية بهدف إتاحة الفرصة القانونية لأعضاء الجمعية العمومية لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تتحكم في مستقبل النادي المصري فنيا وإداريا وماديا. ويأتي في مقدمة تلك الموضوعات رفض الاستقالة التي تقدم بها مستر كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والحديث بوضوح وشفافية حول كل ما يخص استاد النادي المصري الجديد والتمسك والدفاع عن أرض المشروع الاستثماري المشترك بين النادي المصري والمستثمر كامل أبو علي، ده بالإضافة إلى المطالبة بإخلاء مركز شباب الاستاد وسرعة تسليم أرض المشروع للمستثمر للبدء في تنفيذ مشروع الحلم بعد توقيع البروتوكولات وكافة العقود الملزمة بين محافظة بورسعيد والنادي المصري والمستثمر كامل أبو علي. طبعا دي كلها مطالب محترمة ومشروعة، أتمنى إنها تتحقق عن قريب ويكون في جمعية عمومية غير عادية، لأنها الأمل الأخير لعشاق وجماهير النادي المصري عشان نعمل خطوة إيجابية قانونية. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.